كابتن نادر يعني المثاليه اللي بتتكلم بيها، والله ما انت مثاليه، اقسم راجل بالله دبلوماسي وراجل محترم ولا جدا خالص. ماشي، هو لازم بس اكون ده ادردش يعني. يتنافى مع موقفك مع عصام الحضري في 98 في ماتش المغرب لما كان الجوهري او في ناس من الجهاز عايزه تلعب الحضري. طيب انا عندي وانت سؤال. هددت لا تنزل لا يا باشا، لا وتسيب إيه؟ المعسكر وعملت ازمه كبيره مع كابتن جدا جوهري تهدد مع كابتن جوهري؟ انت بتهزر. طبعا. لا مستحيل. لا كنت وقتها خلاص لا يعني مستحيل. 98 كنت يعني انت وعماره والناس كنتوا جامدين جدا يعني. لا مستحيل. ده عماره شط الكوره ولا ده في الكلام ده في المكسيك ماشي. ايوه ما هي في نفس السنه بعدها على طول. لا لكن الموقف انك انت رفضت ان عصام الحضري يقف في ماتش المغرب. لا خالص، انا مش صاحب قرار يعني. بص، هو وقتها جه كابتن فكري قال لي نادر انت يعني هتقدر تلعب. كان كابتن فكري صالح اللي مش عايزك تلعب ولا فتحي مبروك؟ اعتقد كابتن فتحي كان عايز عصام يلعب. كابتن فكري كان بيقول لا لازم نادر يكمل البطوله. انا عرفت بقى الكواليس دي بعدين بقى بعدها بسنين يعني. ماشي. وخد بالك انا بص اسلام، انا ما باخدش الامور شخصي. اوكي معايا يعني. احنا بنحكي واقع. لا انا بحكي واقع انت هددت فيها انك تنزل وما عنديش اي المعسكر وما عنديش الحضري لا. بص، او ما عنديش اي يعني عايز اقول لك ايه ضغينه ولا دي انا فاهم يعني انا عارف شخصيتك كويس قوي. هي النقطه كلها لان انا مؤمن بقدر ربنا سبحانه وتعالى. هو مش بكلم كلام مبالغه ولا دبلوماسيه. في الاول والاخر هو ربنا سبحانه وتعالى بيقدر لك الامر ليه اسبابه، بس في الاخر ده قدر ربنا سواء بالاسباب دي او غيرها. هو ده اللي هيحصل معايا. ودايما انا ما بندمش. عشان كده ما بتقول لي دلوقتي لو اتكرر تروح الاهلي اروح الاهلي، لان معطيات الموضوع وقتها تقول ان كويسه. ما ينفعش ان انت تحكم على موقف بعدها ب10 سنين معايا، صعب يعني. فلو وقتها حصل الكلام ده هيحصل هروح برضه تاني عادي. اوكي. فاللي حصل في 98 ان جه كابتن جوهري قال كابتن فكري قال لي نادر انت تلعب يعني عندك استعداد تلعب ماتش المغرب يعني مش عندك استعداد يعني تحب تلعب ولا تريح؟ قلت له لا العب طبعا يعني. بس انت في الاخر لو جه كابتن جوهري قال اسلام صدى هيلعب، خلاص اسلام صدى هيلعب يعني. ما لا بس انتوا كان في لوبي معين من لا خالص. لا يعني حسام وابراهيم ونادر وهاني رمزي ومحمد عماره وياسر رضوان، ما كانش حد يقدر يجي مع جنبه. كابتن جوهري مستحيل يا عم. لا والله العظيم اللي قال لك الكلام ده كذاب. كابتن معلش قول لي مين وانا اقول لك لا. لا انا بقول لك لا ما حدش يقدر. الستة الكبار دول ما كانش حد يقدر جنبه. مع كابتن جوهري لا. كابتن جوهري اللي بيكبر ويصغر ويعمل، وبعدين ده هو مربينا كلنا. ايوه بس انا عايز بس ما عديش نقطه الفشل والنجاح معايا. مساله منتخب او نادي الاهلي او غيره يا جماعه الخير. اللاعب هو مسؤوليه. انا تعاقدت مع اي نادي بتعاقد معاه، وانا بعلم الكلام ده للاولاد صغيرين. انا لما تيجي تتعاقد مع نادي انت بتتعاقد مع نادي عشان تلتزم في التمرين، تكون جاهز في الماتشات، بتكون في احسن توب فورم بالنسبه لك، وبعد كده في الاخر القرار بتاع المدرب. عاجبك قرار مش عاجبك قرار، هتيجي في وقت الانتقالات تقول يا جماعه انا مش هقدر اكمل بعد اذنكم انا همشي. وده اللي بعلمه لابني وبعلمه لكل الولاد يعني، ان ما دام متعاقد التزم واحترم المكان اللي انت موجود فيه. مش كده بقول لك التجربه بتاعت النادي الاهلي مع عصام وانا مع مانويل جوزيه صعب قوي تكرر، عشان كل شويه في ناس بتقعد تهري يقول لك ايه ده كذا وكذا زي نادر السيد وعصام الحضري. على فكره مش هتتكرر تاني. ايه كذا وكذا اللي هو ايه؟ اصل مثلا في فلان في الجول الفلاني وجاب الجول ده عشان خاطر يكرر نفس التجربه بتاعت نادر وعصام. نادر وعصام مش هتتكرر تاني خالص. نادر السيد وعصام مش هتتكرر تاني معايا. ده على اساس ان دول اتنين جوال كبار جدا جدا، عندهم تاريخ كبير جدا جدا جدا. احترامي لنفسي واحترامي للكيان واحترامي للمكان واحترامي لجماهير النادي الاهلي. صعب قوي ان جول في التاريخ اللي انا عملته ان هو يظبطها او ان هو يكنترول او يسيطر يعني على ردود افعاله. من الاخر تاريخ نادر السيد وعصام الحضري اكبر من اي مقارنه لحراس تانية. صعب